النهارده ان شاء الله باذن الله يا شباب هنعمل شغل جديد عند الحمام، شغل بقالنا كتير نفسنا نعمله، وحبيت اوريكم الاوضه كده وهي قرعه قبل ما نعمل فيها الشغل الجديد اللي احنا هنعمله. واشترينا كمان حمام جديد، والنهارده هيكون فيديو جامد. بعد مني ليكم يا شباب، الفيديو ده لو وصل ل 5000 لايك هنزل اشتري حيوان جديد يعيش معانا على السطح ونصور معاه كمان فيديوهات، وهتكون فيديوهات جامده جدا ان شاء الله. العشه بقت قرعه، شلنا كل حاجه. بص الاوضه بقت عامله ازاي. شكرا. وانا بشكوش انت بتعمل ايه؟ بص ولا العشه بقت قرعه بره ومن جوه، حتى بقت قرعه كمان من جوه اهي. بص السما بقت عامله ازاي. الفيديو بتاعنا بسم الله، ولسه شاريين شويه حاجات جديده بسم الله ما شاء الله، هتفرح كل الناس اللي بتحبنا، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا طبعا ناس كتير جدا كانت بتكلمني على القمرايه دي، هنركب ان شاء الله باذن الله القمرايه دي يا شباب النهارده، وهنعمل شغل جامد جدا. وبسم الله ما شاء الله الشجر الصبح بدري بيبقى شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. وهندخل بقى نشوف الاوضه اللي معانا جوه، وهنشوف الحمام الجديد اللي احنا جبناه لاننا اشترينا حمام جديد. والنهارده هنبيض العيون اللي معانا في الاوضه ديت. وعايز بس اقول لكم على حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. في اول الفيديو امبارح كنت نازل سوق الحمام يا شباب، كنت نازل عارض حمامي للبيع. تمام هنشوف الحمام وهنصبح على الدنيا كلها معانا. بس عايزكم بس تشوفوا الموقف. بصوا فرد الحمام ده، فرد الحمام ده اللي حصل له امبارح انا عمري في حياتي ما شفته، والله العظيم يا شباب. فرد الحمام اللي في ايدي ده اللي حصل له امبارح انا عمري في حياتي ما شفته. فرد الحمام ده انا كنت نازل ببيعه مع الحمام اللي كنت ببيعه. تمام. اخويا اللي كان واقف بيه، فواحد جه يشتري منه قال له ب 100 جنيه، اخويا كان عايز يبيعه ب 120 جنيه. فالراجل قال له 100، اخويا قال له 120. الراجل عشان ما خدش فرد الحمام راح ماسك فرد الحمام كاسر رجله، راح ماسك فرد الحمام كاسر رجله. بصوا فرد الحمام يا شباب، يعني انا مش عارف ازاي اخويا بيقول لي كسر رجله ومشي، يعني عشان ما اشتراهوش. بصوا يا شباب اهو كسر رجله. طبعا لفتها له يا شباب، الراجل كسر رجله. بصوا يعني فرد الحمام رجله ورمت ازاي. طبعا بديله مضاد حيوي يا شباب. بيقول له الراجل عشان ما خدش فرد الحمام راح ماسك فرد الحمام كسر رجله وماشي، اللي هو ايه، لا تديهولي لا اذيك. انا عمري في حياتي ما شفت كده يا شباب، عمري في حياتي ما شفت حاجه زي ديت. انا جيت لمحمد، الراجل محمد بيقول لي هو خده مني حطه في السلاكه، فلما انا قلت له لا انا مش هبيعه ب 100 جنيه راح ماسكه كسر رجله وماشي. بصوا رجله ورمه ازاي يا شباب، بصوا. طب ده يرضي ربنا؟ طبعا انا فضلت ادور على الراجل ما لقيتوش. يرضي ربنا يا شباب حاجه زي كده تحصل؟ يعني انا مش عارف، يعني دي روح ايه ذنبها في اللي انت مثلا عشان ما خدتهاش ما خدتهاش تكسرها؟ وانا لو حاجه يعني صاحبها مش عايز يبيعها بالسعر ده تأذيها لي ليه؟ وفي ناس برضو نفس الكلام تروح ماسكه فرد الحمام كسر الشقتين بتوع الذكر او الشقتين بتوع النتايه، ومدمرين لك فرد الحمام. يقول لك طالما انا مش هاخده يبقى انا مش هفرحك بيه. تمام. انا حبيت ابدا بالموضوع ده يا شباب في اول الفيديو كده، قبل ما نعمل اي حاجه، وقبل ما نخش نبيض، وقبل ما نخش نشيل السقف اللي معانا ده. كل السقف اللي معانا هنا ده يا شباب هيتشال النهارده. تمام. ربنا يسترها يا شباب علينا وعليكم. طبعا فرد الحمام انا لافف له رجله اهو. فرد الحمام هنا انا لافف له رجله، بس رجله منورمه جدا بغير عليها بقى. وهنزل دلوقتي اديله مضاد حيوي. فرد الحمام طبعا من قعدته على الارض بصوا فرد الحمام زي العسل والله العظيم. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. صلوا على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الناس يدونا لايك على الفيديو. واوعوا يا شباب تفكر هو حد بيتفرج عليا يفكر يأذي حاجه بتاعت حد. انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، لان ده ملوش ذنب، ده ملوش ذنب في اي حاجه حصلت. تمام. ندخل بس ده كده. يعني ايه ذنبه؟ يعني ايه ذنبك ده؟ ايه ذنبك؟ ايه عمل ايه فيك؟ عمل ايه فيك؟ هجيب نجيله صناعي يا شباب واخلي فرد الحمام يقعد عليها. الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا جبنا حمام يا شباب وما شاء الله بسم الله ما شاء الله. عد كده معايا. طبعا ده للحمام الجديد. ادي اول طاجن ما شاء الله، وادي مسقه. هقول لك سعرهم دلوقتي على السريع عشان نبدا بقى نشتغل. وادي مسقه، ادي كده مسقتين، 3 مسق ومعلف ما شاء الله. ادي طاجن بيت تاني بسم الله ما شاء الله. الطواجن دي يا شباب جميله قوي، اللي هي الطواجن اللي هي زي كده دي، في احجام منها اللي هي احجام طواجن البيض بسم الله ما شاء الله. ادي كده
واربع طواجن. تمام، دول ازيد من اللي احنا محتاجينهم. دي يا شباب دي عامله 3 جنيه، الواحد من ده عامل 3 جنيه، وانت بتشتري بقى ركز فيه لا يكون في شرخ في كسر في حاجه زي كده. تمام، وده عامل 4 جنيه. في اللي اكبر منه شويه اللي هو بتاع الرومي تقريبا ب 6 جنيه حاجه زي كده. حلو، دي المكالف يا شباب، دي المكالف بتاعتنا. حلو، ودي الامرايه بتاعتنا جبناها 3 متر في 3 متر سعرها 250 جنيه. 3 متر في 3 متر سعرها 250 جنيه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام تمام، هنركبها وهنشيل دلوقتي يا شباب سقف الاوضه كله. هطلع بقى فوق اشيل كل حاجه محطوطه معانا هنا، والماسوره طبعا معانا تحت يا شباب هجيبها. بصوا طبعا احنا كنا حاطين ده يا شباب عشان الشمس برضو، فخلاص بقى ايه يعني ما شاء الله. وفي خشب هيتحط يا شباب هنا. خلينا كده نطلع فوق مع بعض. سمي الله كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى ابن متولي، بصوا ولاد متولي الاثنين سايبتهم اهم يطلعوا، والهزازه اهو سايب. بسم الله ما شاء الله، الهزازات الاثنين طايرين جنب بعض اهم. هنا شباب الاوضه ديت احنا معانا عليها امرايه اهي، في امرايه بس انا مغطيهم فوق بسجاده عشان مش عايز الشمس تضرب عندي على طول في المكان. الشمس بتخش بس من اماكن محدده لان الصيف داخل. هنا بقى هنا الخشب اللي هنا ده كله هيتشال دلوقتي، وهبدا اللي انا اسمر خشب مكانه. تمام، مستني بس النهار يعني الساعه دلوقتي 7 شباب، فانا مش عايز ازعج حد لان هزعج كده السكان اللي جنبي كلهم. فانا مستني بس ايه الوقت يتاخر شويه عشان ما ازعجش حد وما اذيش حد بالصوت اللي انا هعمله. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كل ده هنشوفه ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده، وهنشوف الحمام الجديد برضو. هو الحمام الجديد يعني مش حمام كتير وكده، حاجه كده قليله على قدنا اللي لقيناها حلوه وما شاء الله. امبارح في حد قال لي بصوا كده يا شباب هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. امبارح في حد قال لي انت فرد الحمام، في فرد حمام انا ما اشتريتوش امبارح. طب فرد الحمام اللي انا ما اشتريتوش امبارح كان فيه ايه؟ فرد الحمام لما بصيت على منطقه معلش مش ثانيه واحده بس، منطقه لا مؤاخذه يعني المشخ يا شباب، كان هنا في زرق لازق اخضر جدا، ميه زرق ميه خضراء موجوده هنا عند منطقه المجمع. معنى كده ان فرد الحمام عنده سالمونيلا، وسالمونيلا عاليه خضار جامد. يعني هو بص عند منطقه المشخ كده ممكن لو تلاقي اللون الاصفر ده عادي، اما لون اخضر ومغرق المنطقه هنا كده اعرف ان فرد الحمام عنده السالمونيلا، والسالمونيلا طبعا بتكون مصاحبه اسهال. تمام، وفرد الحمام شائف خاسس في مرض. فرد الحمام قدامك انت شايفه سليم وباصص لك والدنيا جميله، بس فرد الحمام فيه مشكله. فرد الحمام فيه ايه؟ فيه مشكله. فخد بالك قوي وانت نازل تشتري حمام، وخلي بالك من حته ان فرد حمام يكون جناحه مكسور ولا حاجه. امسك فرد الحمام بايدك كده ثانيه يا شباب كده عشان فرد الحمام ده عافي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك فرد الحمام بايدك من هنا كده وشوف جناحاته. امسك فرد الحمام بعد ما تشوف جناحاته امسكه من هنا كده، ضم جناحاته دول على بعض، لانه هو ممكن يكون مجدول يعني ايه؟ يعني مكسور نص كسره كده. تمام، وما بيعرفش يضم جناحاته على بعض، فضمهم له. امسك فرد الحمام انت في ثانيه الا ثانيه بتقلب فرد الحمام، بتبص على عينيه وبتبص على وشه وبتبص على جسمه وبتبص على كل حاجه. واهم حاجه ما يكونش شائف، وما يكونش فيه زرق اخضر لازق هنا عند منطقه المجمع، وما يكونش فرد الحمام عنده دمعه عين روشه، الكلام ده كله. انت الموضوع بقى انك تشتري حمام شغال ولا مش شغال. تمام، لان انت مش هتخش جوه فرد الحمام، مش هتخش تمسك عنقود البيض تعد فيه كام بيضه. تمام هنبيض بقى. مش عارف هبيض دلوقتي ولا امتى. هبدا ان انا اشتغل دلوقتي وابيض في العيون دي معانا هنا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هنا يا شباب انا جبت الزغلول الاحمر غزار، ده الزغلول الاحمر غزار ده يا شباب اللي طالع ده ابن النتايه الحمر غزار والذكر العاده. ده ابن النتايه الحمر غزار والذكر العاده اهو يا شباب ما شاء الله. ده ابن النتايه الحمر غزار وذكر الحمام العاده. عظمه جميل جدا يا شباب، عظمه بصوا عامل ازاي، عظمه جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه. تمام، وجبت عنه بقى جبت ابن النتايه السودا، بصوا مرقاته تحتيها اهي. دول الاثنين دول مش ولادها، ده يا شباب لقيتهم ما بياكلوهوش فجبته اهو
بس هو كمان مش واكل دلوقتي لسه، عشان لسه ما كلفتش الحمام. و الولاد على البيت ده. وهنا بقى فرد الحمام ابن اللاحم، هنا اللي تحت دول فرد الحمام ابن اللاحم. ماشي، انا قلت دول هياكلوا اللحم والنتالي معاه هياكلوا الزغلولين دول. حلو حلو، يلا بينا نبدا بقى. وهخش انا اشد بقى السقف كله تمام وابيض وهرجع لكم تاني. بس محدش ينسى احنا بنتعب جدا في الفيديوهات يا شباب، وبالذات الفيديو بتاع امبارح. شكرا جدا لكل اللي دعمونا. ما تنساش ان انت تدينا لايك، اللي مش مشترك معانا في القناه يشترك، وعشان نعمل لكم حاجات حلوه والله، عشان نعمل لكم حاجات حلوه وتفرحكم. ايه رايكم نصب على شكشك وشحبر الاول؟ طب تعالوا كده معلش نصب على شكشك وشحبر. وعايز اخد رايكم بس في حاجه كده. ايه رايكم لو احنا جبنا عصافير حطيناها عندنا في المكان؟ ايه رايكم لو احنا جبنا عصافير حطيناها عندنا في المكان؟ اكتبوا لنا رايكم، اكتبوا لنا نوع العصافير اللي انتوا عايزينه. ما شاء الله، صباح الفل عليك يا شحبور. صباح الفل عليك يا بطل. فتحيه رجعت، ها فتحيه رجعت يا شباب. الله، وفاسك كمان، بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، فاس زغلول اهو. انت طبعا مالكش دعوه باللي امك بتعمله خالص. صباح الفل عليك يا فاسد اهي. صباح الفل. امبارح خدناها رميناها يا شباب من الشارع فتحيه ولفت ورجعت لنا تاني. صباح الفل عليك يا بنت يا فتحيه. خش. صباح الفل عليك يا شحبور. واحد بيقول لي خلي بالك شحبور تعبان، ركز معاه. لا هو كويس الحمد لله، مفيش حاجه يا شباب. شحبور كويس اهو، شدد نفسه اهو، بسم الله ما شاء الله. اسد. خش يا شحبور. انا بحاول اشرب والله على قد ما اقدر، ان انا احافظ على صحه الحمام بتاعي. خش يلا، خش العين بتاعتك يلا يا ابني، خش خش عشان نصب على الشكشك بقى. يلا اخلص. هنا شاون سحبت البيض، انا عايز اخلص بسرعه. هنا سحبت البيض من تحت شكشك. انا بس عايز اعرفكم اللي بيحصل معانا ايه. صباح الفل عليك يا شكشوك، تعال. الفل عليك يا شكشوك. صباح الفل عليك يا وطن. عمال يقول لي انت ما بتلعبش معايا ليه؟ بقالك كتير ما بتلعبش معايا ليه؟ حبيبي يا شكشوك. بسم الله ما شاء الله. يا عم خلاص بقى، خلاص بقى. طيب يلا، طب انت شايف كده يعني براحتك يا عم. يا اسطى يا اسطى شكشوك. قلبي يا اسطى والله. ايه ولا الحلاوه دي؟ قلبي ايه الحلاوه؟ خلاص يا عم، خلاص. انت ايه هتصوف يا شكشوك؟ خلاص بقى. خش يلا، خش يلا العين بتاعتك. خش يلا العين بتاعتك. انا بطمن بقى على الحمام كله يا شباب ما شاء الله. والعين دي هظبطها دلوقتي. جايب طبعا مسامير وجايب جايب كل حاجه وما شاء الله. انا لا نشوف بقى اللي احنا هنعمله عشان كده، عشان وقت الفيديو يا شباب. خليكم معانا كده يا شباب. كده احنا خلينا العشة معانا قرعه زي ما انتم شايفين كده. شلنا كل الحاجات اللي محطوطه هنا، وهنبدا دلوقتي في ترميم الظهر اللي معانا. الظهر طبعا ماشي معانا 50 سنتي اهو، داير معانا 50 سنتي. الحته دي بقى دايره معانا متر ونص تقريبا. تمام، دي كده دايره معانا متر ونص. هنرمم بقى كل الكلام ده. طبعا احنا نزلنا الحاجات القديمه اللي كانت محطوطه هنا اهو. والقمرايه هتفتح معانا كده، اللي هتبقى ثابته هنا، وهتقفل كده وتفتح كده. تمام كده احلى بكتير. المفروض انا اسيبها كده، بس لو سبتها كده يا شباب غربان وبوم هيبهدلوا لي الدنيا. هظبط بقى الدنيا كده وارجع لكم تاني. خليكم معايا تاني يا شباب. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه بقى في الاوضه ديت، وتعالوا نشوف الحمام الجديد اللي احنا جايبينه. بس عايزين بس نبص على فتحيه كده. فتحيه دي صح؟ هي يا فتحيه. صباح الخير. خد يا فتحيه. ما شاء الله. بص يا شباب، انا ما بيضتش في الاوضه ديت لان لقيت البوهيه ناشفه، نسيت عليها مفتوحه، ولقيت البوهيه كلها نشفت معانا وجمدت زي ما انتم شايفين كده. فالبياض بقى هنشتري بوهيه تاني او يجي لنا بوهيه تاني. وبسم الله الرحمن الرحيم. واحنا داخلين المكان بتاعنا بنسمي الله. احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش المنظر الجامد قوي ده يا شباب. انا ما عرفتش اصور بسبب يعني مش عارف اصور. تمام وانا بعملها وكده كان نفسي اصور لكم وانا بعملها اللي هي القمرايه يا شباب. بس عملتها تحفه وخفيفه وزي العسل. طبعا الشباب اللي كان مخليني ما اعملهاش الايام اللي فاتت اللي هو البوم، اللي هو كان السقف معايا مقفول والدنيا زي العسل، مفيش بقى بومه بتنزل غراب الكلام ده. انا لو جيت مثلا في يوم ونسيت بالليل اللي انا اقفلها، هاجي الصبح الاقي البومه خاطفالي فرد حمام، الغراب نازل واكل البيت بتاع الحمام. فدي لازم تتقفل على طول. الايام الجايه بقى هيبقى فيها ماسكه حمام، لان احنا بقالنا كتير قوي ما بنمسكش حمام بسبب ان احنا السقف عندنا. فالقمرايه زي الفل، الحبل بتاعها متوصل من ورا اهي. طبعا يا شباب القمرايه سعرها، الناس اللي بتسال عليها دي 3 متر في 3 متر. تمام، سعرها 250 جنيه يا شباب. بتتباع في اسواق الحمام. هي شكلها حلو زي الفل
وهيجي لنا حمام كتير الايام الجايه، وانا مش حابب كده. يعني انا الحمام الجديد اللي بيجي لي بامراض. هنبص عليها من فوق يا شباب. وطبعا هنا الظهر ظبطناه، لسه فاضل بس كام حته هنا خشب هظبطه دلوقتي. حلو، قلت عشان ما اجلش الفيديو لبكره. ما شاء الله هنا بقى تتشد معانا من الناحيه دي وتبقى زي الفل. ادي كده الامارات كده شباب. الحمام اللي انا جبته كلكم هتستغربوا، هتقولوا لي طب انت ليه جبت كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا كده يا شباب، ده ذكر ما شاء الله حلو. ده انا هجيب له نتايه الايام الجايه، ده انا ما جبتلوش نتايه. ده ذكر هجيب له نتايه الايام الجايه، ركز معايا بقى ما شاء الله. وده ذكر، طبعا احنا حابسين ذكرين مع بعض مفيش مشكله يا شباب، الذكرين هادين. وده ذكر انا هجيب له نتايه الايام الجايه ووقفه في باب. طب انت جبت ايه؟ تعالى كلكم هتعرضوني دلوقتي، بس انا هفهمكم حاجه حلوه يعني هنعملها ان شاء الله باذن الله الايام الجايه. الذكر القرباش ده في نتايه ان شاء الله باذن الله جايه له، تمام ما شاء الله. هنوقفه في باب هو، والنتايه بتاعته هتكون نتايه زيه ما شاء الله. انا حبيت الباب ده، حبيت الباب ده. بص كده معايا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سم الله كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزكم بقى كده في الاول تقولوا لي فرد الحمام ده ذكر ولا نتايه. قولوا لي كده قبل ما نعمل اي حاجه، قولوا لي فرد الحمام اللي احنا ماسكينه ده ذكر ولا نتايه ما شاء الله. بصوا اهو فرد الحمام بسم الله ما شاء الله. قولوا لي ذكر ولا نتايه، يلا كده اكتبوا في التعليقات بسرعه ما شاء الله. اهو حلو من وجهه نظرك، يلا ذكر ولا نتايه؟ ده يا شباب ذكر، تمام. ده ذكر قرباش. طب انت ليه ما جبتش نتايه يا عم؟ انت هتجننا. طب ما تجيب نتايه تديها للذكر اللي جوه. انا ما لقيتش نوتي يا شباب، ما لقيتش نوتي في سوق الحمام، تمام. كل اللي موجود اقصص على بعضيها، فعجبني الذكر ده لوحده انا جبته، تمام. هجيب الذكر ده هوقفه في باب ان شاء الله باذن الله. هنزل السيده عائشه واجيب له نتايه واوقفه في باب، والتاني هجيب له نتايه واوقفه في باب، ويكون عندي قصين قرباجات. ده مستواه كويس وسعره كويس ما شاء الله. تكشيره وشه حلوه شويه، حلوه شويه ما شاء الله. ده هجيب له نتايه، واللي هناك هجيب له نتايه الايام الجايه. وهيبقى عندي قصين قرباجات. جوز الحمام منهم عامل دلوقتي 1000 جنيه يا شباب. يعني جوز الحمام من المستويات، طبعا المستويات كويس. ده مستواه اقل من اللي هناك، اللي هناك مستواه احلى من ده بكتير بسم الله ما شاء الله. فهنوقف قصين معانا قرباجات، يكون معانا حمام بسم الله ما شاء الله. طبعا ده شباب لسه هيستحمى، وان شاء الله ممكن ندخله نوقفه في باب بكره او بعده، واقول لكم على سعره في الفيديو الجاي بقى، عشان يبقى معانا فيديو برضو بكره جامد. اول فيديو الجاي يكون جامد، تمام. هوقف القرباج يا شباب في باب لوحده بسم الله ما شاء الله، واوقف القرباج التاني ده في باب لوحده. هيكون معانا هنا 3 طقصص، اللي هو الاسود والاحمر والاسترالات العادات، تمام. وهنا البول، هنا الزور قطيفه، هنا الصفر ورق. انتوا كلكم كنتوا عايزين الكلام ده. هنا النفاخات تحت هيكون، يعني هيكون اقصص هنا. واخد الحمام الشعبي كله استخدمه كتحضيم في الاوضه الثانيه. وان شاء الله باذن الله نيجي نعمل اوضه ثالثه ان شاء الله باذن الله. الواحد بيحلم ونفسنا نعمل كل الكلام ده. حبايبنا شباب، وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا شباب.